السيد الرئيس، السادة المستشارين، نترحم على شهداء الأمة وعلى الضحايا، واعتقد ان هذا واحد الموضوع اللي المغاربه كيتعاملوا معاه بواحد الانسانيه عاليه جدا. لما كندوزو كنشتغلوا كنقادوا الوضعيه، كنواسيو الضحايا، كنمشيو نعالجوا اللي تعالج، يمكن من بعد بطريقه هادئه نشتغلوا نحدوا المسؤوليات، لانه ما تنعتقدش ان المغاربه شي مره استغلوا كيف ما كان الموقع ديالهم السياسي، استغلوا هذا الشيء باش يصفيوا الحسابات. اللهم لك الحمد على السلوك المغربي والمنهج المغربي. الامر الثاني هو ان السيد وزير الداخليه طرحت عليه 7 اسئله باضافه التعقيبات، واعطى التفاصيل حول هذا الموضوع وكيفيه التدخل والاشكاليات المرتبطه. لكن خليني نتكلم معكم بصراحه، انا باغي نعطيكم الارقام انتم تعلمونها لانكم ابناء المنطقه. الامطار التي نزلت هي امطار مفاجئه للجميع. انا لما مشيت للورزازات وطبيعه الحال والسي الخلفي كان في قلميم، تعمدت نسول الناس الكبار. لما مشيت للورزازات قلت لهم الله يجزيك بخير، قال لي مثل هذه ما بين 50 60 سنه لم نرى مثلها، وخاصه بالنسبه للويديان. ويمكن لي نقول لكم اكثر من هذا الشيء، هذيك الطريق كتقولوا صايبها الاستعمار مقاده، يعني طاحت. على شنو اللي وقع؟ هو ان الماء لما مشى جاب واحد القوه كبيره جدا. انا عندي واحد صايب فيديو كيفاش كيوري الماء كينزل من الجبال. قلميم خلاص جميع الوديان عمرات، وبالتالي ما كان مره كيوقع والو، ماشي ما ادو لا جوج. عبر هذه العقود الاخيره وادو لا جوج اللي كيعمروا، دابا الوديان كلها عمرات. شنو اللي وقع؟ انه انحرف الواد على مساره، لان كان المسار وبدا كيضرب تحت، بدا كيطيح الجبل، ماشي فقط الطريق. انا مشيت شفتها، بدا كيطيح حتى الجبل. ورب ضاره نافعه، لان هذيك الطريق كلها غنعاودوها 170 مليار ديال الدرهم. الان كنا غنعاودوها من الفوق لان هي لتحت قويه. دابا عطانا فرصه باش يمكننا نعاودوها. غنعطيكم الارقام غير مسبوقه. المعدل في نوفمبر، انا هادشي خديته، اتصلت بالمدير ديال الميتيو ديال سميتو، قال لي المعدل دائما كيكون بالنسبه لاكادير زكان 42، الان نزلت 122 ثلاثه المرات. المعدل في اكادير مسيره 31 144. المعدل مثلا في تيزني 22 35. المعدل يعني في قيم على الضرب 4 المرات 5 المرات هذه الامطار، وفي 3 ايام، واحيانا في وقت موجز، لانه اعطاني احيانا في 4 ديال السوايع حصل ما حصل. فهذيك 4 السوايع ولو يكون في اخبارك، ولو انه يوصلك، يستحيل ان تصل الى المكان ويمكن ان تقوم بما تقوم به. هذه من الامور التي مؤخرا وفيات واحد العدد ديال الدول. مع ذلك كنخبركم بان وزاره الجهاد بالتنسيق مع السلطات يوميا ومع الناس ديال الميتيو كترسل لهم يوميا شنو هما الطرق اللي مقطوعه وشي الطرق اللي كتفتح، وطبعا الحال كنديروا التنسيق باش يمكن لنا نديروا العمليه ديال التدخل. غنعطيكم شحال من فرقه اليوم كتقوم بالتدخل على المستوى ديال الفرق اللي كدير التدخل. نعطيكم الارقام. اليوم عندنا 350 آلة، هذا عدد التجهيز. ما كنتكلمش على الوقايه المدنيه وتبارك الله عليهم الله يجزيهم بخير، ما كنتكلمش على، انتم عارفين الجماعات التدخل، الجماعات كلها كتوضع رهن الاشاره مع الساده العمال والولاة. 160 للان مركزيا ومحليا مقابلين الا هذه الاشكالات باش يمكن لنا نقوموا بالدور ديالنا والواجب ديالنا فيما يتعلق بهذا الموضوع. لكن بغي نقول لكم ونخبركم بانه الحكومه وزاره الداخليه تتابع 24 ساعه على 24 ساعه، وحتى محليا انا كنت في اتصال مع الوزراء، حتى وزاره السكنه والصحه، وزاره الداخليه، مع الساده الولاة والعمال. كانوا المروحيات، كاين لجان محليه، زدنا لي فريكونس ديال لارام، يعني باش يمكننا نجيبوا الناس من ورزازات ومن زاكوره ومن قلميم. يعني طبعا الحال غيكون تاثير على الشبكه ديال النقل الجوي، ولكن زدناها. كانت الزيارات الميدانيه، فبطبيعه الحال البرنامج المستقبلي لا شك ان غادي يكون تدخل عاجل باش يمكننا نعالجوا هذه الاختلالات المرتبطه بما تركته هذه الامطار العاصفيه. وشكرا. اولا نيابه عن كل الزملاء الوزراء اللي هما بالعكس، يمكن لي نقول لكم يعني اولا هذوك الناس الميتيو كيخبروا بعدا، هذوك كيقوموا بالدور ديالهم، تجهيز، كيتابعوا الحركيه ديال الطرق. وزاره الداخليه مركزيا ومحليا، انا نقول لكم انا شخصيا جميع العمال والولاد اتصلت بهم. وزير الصحه نفس القضيه، وزير الاسكان نفس القضيه، لانه كان وزير الداخليه ودرنا لجنه مركزيه كتشتغل 24 ساعه على 24 ساعه، ولجان محليه. اكثر من ذلك، من بعد ذلك بدينا كنشتغلوا على مستوى النقل العمومي، على مستوى بمعنى كنعتقد كل شيء قام بالدور ديالو. ولكن سيدي انا نقول لك، راكم انتم يمكن ابناء المنطقه، انا معذره الا ما عرفتش، بغيتك تشوف واش الامكانيه انك تقرب لهذاك الواد. كاين امكانيه. انا نقول لك، انا مشيت ونقول لك تخلعت لما شفت هذاك الواد، لدرجه انه كنا كنشوفوه من بعيد، والسكان تيقول لك يا ودي هذا شيء مفاجئ وخيالي. فبالتالي اكثر من ذلك، واعلن عن ذلك وزير الداخليه وزير الصحه، مشاو المروحيات ما قدوش يشتغلوا، واحد العدد ديال المناطق ما قدوش يشتغلوا. الحاله ديال الجو حاله مربكه، يعني حتى الناس ديال الورزازات، انا كنت على اتصال مع واحد العدد البرلماني والسلطي يقول لك يا ودي هذا الجو
والرياح والامطار، يعني لدرجه انه باقي كيجي لحد الساعه واحد مجموعه المناطق وجدنا صعوبه في الوصول اليها بطبيعه الحال غنستعملوا كل الاليات. فكنعتقد، لكن مع ذلك كنقول متفق معاك، الجيش يتدخل. انا عندي تجربه في الغرب كيفاش كانوا كل شيء يتدخل، المجتمع المدني بحال الدوله تتعبأ. لكن انا متفق معك ومتفق مع الاستاذ انه بعدا نعالجوا هذه الاشكاليات، نديروا برنامج استعجالي، نديروا بحث ما كاين باس. واذا شي واحد قصر في واجبه ما يمكنش، انا الناس كيموتوا، يمكننا ذاك نغضوا الطرف. الا شي واحد قصر لابد ان يتحمل المسؤوليه حتى لو كان وزيرا. وشكرا.